مساء الخير عليكم من أجمل مكان في مصر، دهب مدينة السحر والجمال. النهاردة هنتكلم عن فندق من أجمل فنادق دهب وموقعه يستاهل إنكم تجربوه، وكمان مش بعيد عن الممشى. بس قبل ما أبدأ وزي ما متعودين دايما واللي أول مرة يشوفني، أنا شروق بقدم محتوى عن السياحة والسفر جوه مصر وبره مصر والفنادق وأسعارها وأهم مميزاتها وعيوبها. فلو عايزين تسألوا أي سؤال اكتبوا تحت في التعليقات وأنا هرد عليكم. وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا جديدنا أول بأول. ويلا بينا نبدأ. طبعا فنادق دهب كتير ومستوياتها مختلفة جدا. في مستوى اقتصادي ومستوى متوسط مستوى عالي 5 نجوم. دهب طبعا فيها فنادق فخرة جدا و5 نجوم علشان الناس اللي مفكرة ان فنادق دهب بتكون مستواها يعني متوسط او اقتصادي. مفيش مثلا فنادق 5 نجوم زي شرم والغردقة، لا هي فيها فنادق زي شرم الشيخ والغردقة بالظبط. وان شاء الله هبقى انزل لكم عن الفنادق دي. بس النهاردة هتكلم عن فندق من اجمل فنادق دهب، مستوى فوق المتوسط، موقعه ممتاز، الفندق كبير وبيقدم خدمات ممتازة. هو فندق جنة سينا ده. كلنا عارفين الفندق ده او مش كلنا، كتير بنسمع عنه وفي ناس كتير بتسأل عنه. فالنهاردة انا هجاوبكم على كل الاسئلة دي وهحاول اقول لكم كل حاجة تخص الفندق. بس لو برضو ما قلتش حاجة او عايزين تسألوا عن حاجة معينة سيبولي تعليقاتكم وانا هرد عليكم. فندق جنة سينا موقعه بيكون في اللاجونة، وطبعا اللاجونة يعني مش محتاجة وصف، موقعها ممتاز جدا. يعني كفاية ان انتوا تبقوا قاعدين على البيتش وباصين كده على اللاجونة. بجد المنظر بيكون رائع جدا. جنة سينا طبعا ليها شاطئ خاص بيها، هو شاطئ رملي ممهد، بجد من أجمل الشواطئ في دهب. كمان في نفس الوقت في مارينا للي عايز يعمل سنوركلينج أو دايفنج. الفندق كمان بيوفر خدمة الدايفنج بس طبعا تكلفة إضافية. الفندق عايزة أقول لكم إن هو مناسب جدا للشباب والعائلات، كمان مناسب للهاني مونرز كمان، حلو جدا. بالنسبة للغرف بيكون في أكتر من فيو، في فيو على البول وفيو على الجاردن وفيو على البيتش على طول. فتقدروا تختاروا الفيو اللي يعجبكم. كمان بيبقى كل الغرف متاح فيها بلكونة، حتى الغرف دور الأرضي بيبقى بلكونة قدامها جاردن. غرف الفندق كمان مجددة ومريحة ومكيفة. الغرفة بيكون فيها وحدة تخزين وشاشة وحمام واسع، في وحدة شاور ومراية وميني بار. كمان الفندق مساحته كبيرة مش صغيرة، في مساحات خضرة كتير وكمان موجود كيدز اريا للأطفال. فبالنسبة للناس اللي بيكون معاها أطفال وعايزة تروح دهب فالفندق ده من الفنادق المناسبة جدا، لأن البيتش بتاعه رملي فهيكون مناسب جدا للأطفال. كمان موجود كيدز اريا، فدي برضو حاجة كويسة. في طبعا فنادق كمان في دهب فيها أكوا بارك، هبقى انزل لكم برضو فيديوهات للفنادق دي. بالنسبة لمطاعم الفندق بقى، الفندق موجود فيه 4 مطاعم بيقدم فطار وعشاء وسناكس ومشروبات. طبعا المشروبات بتاخدوها على البول او على البيتش. كمان في 2 بول وفي بار للمشروبات كمان بيكون في فقرات بالليل حلوة جدا الفندق بيقدمها. فالفايبس بتاع الفندق عموما حلو جدا، هتتبسطوا فيه جدا. كمان في أنشطة كتير موجودة في الفندق، زي بلياردو والتنس. كمان في من ضمن الأنشطة الترفيهية الموجودة في الفندق الواند سيرفنج. دي برضو بتكون تكلفة إضافية وبجد من أجمل الأنشطة اللي ممكن تعملوها هناك. خصوصا إن الفندق صف أول والفندق اللي بيقدمها، فالموضوع بيكون ممتع جدا. متاح كمان واي فاي في الفندق. فانا بالنسبه لي الفندق ده مستواه ممتاز جدا، بيقدم قيمه مقابل سعر ممتاز. هو طبعا مش فندق اقتصادي خالص ولا متوسط، هو فوق المتوسط شويه، يعني مش فندق رخيص. بس هو يستاهل لان كفايه الموقع بتاعه. كمان بيقدم خدمة توصيل المطار بتكلفة إضافية. كمان المسافة بين الفندق والممشى يعني 5 دقايق أو أكتر، حاجة بسيطة، يعني مش بعيد عن الممشى قوي. الناس هناك في الفندق متعاونة جدا، الغرف مستوى الخدمة والنظافة وكل حاجة حلوة جدا. كمان مستوى جودة الأكل كويس، فالفندق هيعجبكم جدا إن شاء الله.
أنا باشوف الفندق ده من أجمل فنادق دهب، واللي بيميزه كمان إنه في قلب اللاجونة. الشاطئ بتاعه رملي من أجمل الشواطئ. في بقى شازلونجات على الbeach كده تقدروا تستمتعوا بأجمل view ممكن تشوفوه، بحر وجبال. يعني مش هتلاقوا المنظر ده في أي مكان، يعني المنظر هو بيطل على خليج العقبة كده، فالمنظر بجد خيالي. بالنسبة للأسعار، طبعًا الأسعار متغيّرة بتختلف من وقت للتاني حسب الrate. فاللي عايز يعرف سعر الفندق يكتب لي ميعاد الرحلة إمتى وعايز يروح في توقيت إيه، وأنا هاقول لكم على حسب المعلومة اللي عندي، طبعًا يزيد أو يقل. يعني مش هاقول السعر بالضبط. فأنا هاقول السعر في الcomments على حسب التوقيت اللي بتسألوا فيه، لإن وارد جدًا إن حد يشوف الفيديو في توقيت تاني، فمش هينفع إن أنا أقول سعر في الفيديو. كمان بالنسبة بقى لنظام الحجز، فطبعًا في أكتر من طريقة. أنتم ممكن تحجزوا عن طريق الفندق direct، أو عن طريق مواقع الحجز، أو من خلال شركات السياحة، ودي بتكون أسهل طريقة، لإن شركات السياحة بتكون موفّراه بانتقالات ذهاب وعودة. وكمان أنتم ممكن تشوفوا مع أكتر من شركة وتشوفوا إيه السعر المناسب ليكم، لإن طبعًا كل شركة بتقدّمه بسعر مختلف عن التانية، مش بكتير، بس ممكن تكون شركة بتقدّمه بسعر أرخص من شركة تانية، فطبعًا أنتم ليكم السعر الأرخص في الآخر. بس قبل ما تختاروا شركة سياحة اتأكدوا إن الشركة وليها مقر على أرض الواقع ومرخصة، علشان تتجنبوا أي نصب ممكن يحصل. طبعًا دهب فيها أنشطة كتير وخروجات كتير ممكن تعملوها. يعني اللي ما راحش دهب قبل كده واخد فكرة إن هي فين الخروجات اللي فيها والأنشطة، لأ ده فيها حاجات كتير أوي ممكن تتعمل. أنا كنت نزّلت فيديو عن أهم حاجات تعملوها في دهب، هاسيبه لكم في الأي فوق، وهاسيب لكم اللينك في الوصف تحت تقدروا تشوفوه. كمان هتلاقوا فيديوهات كتير على القناة لفنادق اقتصادية في شرم الشيخ والغردقة. عليها بحث كتير الأيام دي، والفنادق دي أعتقد هتفيدكم جدا، فبرضو تقدروا تشوفوها. هتلاقوها في القناة. هسيبها لكم برضو في الوصف تحت علشان تلاقوها بسهولة. والأيام الجاية دي انتظروا فيديوهات كتير عن فنادق مستويات مختلفة في كل الأماكن. ما تنسوش السبسكرايب وعلشان يوصلكم كل جديد. عايزة بقى أقول لكم حاجة مهمة جدًا، إن إحنا عندنا في قناة فكرة وسفرية باتكلم فيها عن السياحة والسفر، سواء سياحة داخلية أو خارجية، وأفضل الرحلات اللي ممكن تعملوها في مصر، سواء بحر أبيض أو بحر أحمر، وترشيحات الفنادق وأفضل الرحلات وأماكن الخروج. فلو مهتمين بالمحتوى ده وبتحبوا السفر، ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم جديدنا أول بأول. ولو الفيديو عجبكم اعملوا لايك ومشاركة علشان يوصل لأكبر عدد من الناس. ويهمني جدًا إن أعرف رأيكم في الكومنتس، ولو عندكم أي سؤال بخصوص السياحة والسفر سيبوا لي تعليقاتكم وأنا هارد عليكم. وباي باي.